استعدوا للسفر عبر الزمن لأحد أعرق شوارع القاهرة القديمة، لأن بينتظركم معجزة معمارية جواها قصة عريقة من العصور الماضية. أهلا بكم مستمعينا ومستمعات راديو كاسيت في برنامجنا تاريخا لا ينتهي. لما رجلك تدخل في المكان الساحر ده هتلاقي نفسك أمام بيتين تاريخيين للعصور المملوكية والعثمانية. بيت الكريتلية هو بيت تاريخي في حي السيدة زينب في شارع الصليبة بجوار جامع أحمد بن طولون. سنة 1540 يتبني بيت في حي السيدة زينب، بناه شخص اسمه عبد القادر الحداد، وفجأة اتورث لشخص تاني اسمه محمد ابن سالم الجزار، وأصبح ورث لأحد أبنائه أمنة بنت سالم، وتسمى بيت أمنة بنت سالم لأنها آخر واحدة سكنته. وفي سنة 1631 يتبني قدامه بيت تاني على إيد واحد من أعيان القاهرة اسمه محمد ابن سالم ابن جلمام. بعدها بسنين البيتين دول ينضموا لبعض عن طريق قنطرة ربطت بينهم ويتحولوا لبيت واحد، لحد ما في الآخر تسكنوا سيدة من جزيرة كريت.